انا بشتغل في الصحافه من 14 سنه. في اعتداءات رياضيه، في اعتداءات بيبقى محكمه، في اعتداءات اللي هي زي ما لسه قايلين اعتداءات سياسيه، في اعتداءات ودي اللي ما بترحمناش، اعتداءات البلطجيه نفسهم. بعد الثوره بالظبط بدات الاعتداءات على اي حد شايف كاميرا، مش على اي مصور، وما بتبقيش عارفه الاعتداء جاي من مين. لو تلاحظوا ان الفتره اللي فاتت اغلبيه الصور اللي بتبقى على اليوتيوب بيبقى كلها تصوير موبايل وتصوير ضعيف. بيبقى المصور بيضطر ياخد معاه كاميرا صغيره ممكن يصور بيها الاحداث ديت عشان ما يبانش. الكاميرا الكبيره بتبقى سبب اساسي في الاعتداء علينا. اهم حاجه انا بحاول انقذها معايا الكارت الميموري اللي عليه الصور. تاني حاجه الكاميرا، تالت حاجه انا. طبعا الواحد يعني مهما بيتضرب وبيتصاب بيقول الحمد لله، لان في الاحداث ديت مات الحسين ابو ضيف اللي هو شهيد الصحافه في احداث الاتحاديه ديت. انا طلعت يعني اتعورت في دماغي مثلا تعويره، خد 3 غرز مش عارف ايه، بس دي حاجات بسيطه. احنا بنلبس دلوقتي بنلبس خوذه وبنلبس ماسك عشان الغاز. انا عن نفسي تعرضت قبل كده برضو في ماتش سله كان عادي جدا، فريق غالي وفريق مغلوب. انا بصور رد فعل الفريق المغلوب، بتصورنا ليه مش بتصور، وضرب يعني لاعب السله ده حد كده طويل وبتاع، ضرب. اما كنا بنصور في محكمه، مجرد ما القاضي قال الحكم لقينا في كاميرات بتطير وفي ناس بتتضرب وفي القاضي نفسه، وسمعنا ضرب نار ما بنبقاش عارفين منين. انا بحاول اخبي الكاميرا واطلع اجري، يعني معلش انا اسف في اللفظ، يعني لازم اخد ضربه، لازم، يعني ما فيش مصور يطلع، واللي تعرفوا تجيبوا منه الكاميرا هاتوا منه الكاميرا. هو بالنسبه لاي جهه المصور هو اساس ان احنا نجيبه، مصور فوتوغرافيا، مصور تلفزيون، مصور فيديو، هو ده الاساس اللي احنا هنجيبه عشان ما يبقاش فيه دليل. لان دلوقتي النيابه بتقول حتى النيابه دلوقتي ما بتبقاش بتناشد الصحافه، دي بتناشد الناس اللي عندها فيديوهات للاحداث تجيبها. لان الصحافه لما بنيجي نقف نصور، انت بتصور ايه؟ اول واحد بيضرب هو انا عن نفسي في احداث الاتحاديه لقيت الليزر بالليل، الليزر بيجي عليا، ببقى عارف ان انا هتضرب من مين ما اعرفش، بس في ضربه جايه لي. هم عارفين هم بيعملوا ايه، يعني هو بقى خلاص الناس اللي بقت رايحه تعتصم او رايحه تقف في مكان او رايحين يعملوا، هم عارفين هم بيعملوا ايه كويس جدا. مفيش مصور هيصور، مفيش حد يرفع موبايل، لدرجه الموبايل نفسه مفيش حد يرفع موبايل، مفيش كاميرا تلفزيون هتصور. انا كمصور لازم اشيل احساسي على جنب، يعني اشيل اللي جوايا على جنب، اشيل انتمائي على جنب، ان انا اصور اللي قدامي ده او ده. المصور بيجي مثلا معاه ده ومعاه ده، بيبقى رؤيه رئيس تحرير لا انا انزل ده وما انزلش ده. النهارده لما انا هروح مثلا اقول لهم انا تابع جريده معينه، هو ما بيشوفش المصور ده صور ايه، هو بيشوف الجريده نزلت ايه. الجريده لو نزلت صوره ادينه لا يبقى مش عايزه، لو نزلت صوره معاه لا يبقى ده حبيبي. في غزه البلد الحرب نفسها محترم المصور جدا، بياخدني من ايدي تعالى صور هنا، تعالى شوف هنا فين الدمار، تعالى شوف هنا كذا، تعالى شوف هنا. بيحترمني. نقيب الصحفيين الاستاذ ضياء رشوان قال ان عايزين نميز الصحفيين بلبس معين، وانا مش معاه، ده اول واحد يتضرب. ان كنا هنعتبر الشتيمه او السباب اعتداء، يبقى دوت يعني اكبر اعتداء، ان واحد يبقى رايح يشوف شغله يشتم بالام او يشتم بالاب او يشتم شخصيا، ده نفسه اعتداء نفسي، اعتداء لفظي، ده اعتداء جامد. الضرب مش مهم، الشتيمه هي المهمه. ايه اللي فاكره دلوقتي؟ لا ما هو مش هينفع، لان الشتيمه بالام بتبقى صعبه قوي. اصل هو مين عشان يشتمني؟ يعني مين؟ ووالدتي الله يرحمها ذنبها ايه تشتم؟ ويقولوا كلام ويقولوا ويعيدوا. طب ليه؟ انت بتشتم ليه؟ انا ساعات في مره رحت الجريده وقلت مش هشتغل تاني. كان رئيس القسم بتاعي فيه ايه ومش فيه ايه، اتضربت، احنا ياما اتضربنا، قلت له لا انا يا ريت اتضرب بس ما اشتمش. افظع حاجه ان الواحد يشتم، بسيب شغلي لا مؤاخذه اسف يعني بشتم الشغل، باخد بعضي وبمشي. شغل ايه اللي شغل ايه اللي فيه اهانه. الاعتداءات مش طبعا مش من اي مش جسديه فقط، لا اعتداءات لفظيه واعتداءات من اي جهه شايفه نفسها غلطانه، جهه شايفه نفسها مش غلطانه، جهه شايفه نفسها انت جاي تصور ايه. انا بقدر الناس اللي ممكن يبقى مثلا عندهم حادثه وانا رايح اصور صوره عندهم، يعني حد فقد حد من عياله، حد فقد حد، عماره وقعت بتاع، انا رايح اصور، انا مع الناس، انا فعلا معاهم، بس انا ساعتها بشيل احساسي على جنب، انا رايح شغل. ممكن برضو دول في اعتداءات، يعني بص لدرجه ايه
الاعتداء بس مش سياسي، مش بلطجه، مش حكومه، اعتداء من الناس. في ناس ممكن تبقى معاكي، في ناس ممكن تبقى عليكي، في ناس. فالاعتداءات دلوقتي المصور ماشي، يعني بنزل الصبح بقول لاولادي انا ما اعرفش انا راجع ولا لا. توصيل رساله، توصيل رساله ده اهم حاجه. اهم حاجه الصوره بتنطق عن الخبر، الصوره بتنطق عن الخبر وعن الكلام. الصوره 1000 كلمه زي ما بيقولوا، يعني التصوير الصوره ب1000 كلمه. انا بالنسبه لي تصوير فن ومتعه، متعه جامده جدا. النهارده لو انا رحت في حته وما صورتش بحس ان انا عجزت. انا بحبها، ما اقدرش اقعد من غير تصوير. يعني زي احنا خدنا مقوله كان بيقولها جمهور النادي الاهلي، اللي هو يوم ما بطل اشجع هكون ميت اكيد. لا، انا يوم ما بطل اصور هكون ميت اكيد.